مساء الخير عليكم، زي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض نوع من انواع الكفته على طول احنا بنعملها في بيوتنا، وهي الكفته بالبرول. طبعا احنا عندنا كذا طريقه للكفته، تقدري تعمليها بفول الصويا او تقدري تعمليها بدقيق الرز. اي حاجه انت حابه تعمليها تقدري تعمليها بنوع من الكفته، اهم حاجه تكون اللحمه بتاعتك كويسه. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض طريقه الكفته بالبرول، وازاي نطلعها كده هشه وحلوه وجميله، ونقدر نستغنى عن البيكنج باودر او البيكنج صودا لما بنيجي نحطها. انا هنا في خلطتي النهارده مش هحطهم باذن الله. فيلا بينا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. زي ما حضراتكم كده شفتوا في اول الفيديو، انا كنت جايبه نص كيلو من اللحمه المفرومه، وده هنا انا عندي حبه من الليه، وعندي هنا حبه من البرغل نقعاهم، وعندي طبعا الفلفل والبصل بتاعي. حابه تحطي فلفل حامي حطي زي ما انت حضرتك تحبي. طيب انا بدات احط كل المكونات عندي في القالب، وهبدا بقى احط التوابل بتاعتي، وهي توابل بسيطه جدا ما فيهاش اي افتكاسه، وهي عباره عن ملح، رشه من قولوا معايا الفلفل الاسود، وحبه من السبع بهارات، وكمان حبه من جوز الطيب. دلوقتي بدأنا ننقع البرغل زي ما حضرتك كده شايفة. لازم كده ياخد المية بتاعته ويتشربها بحيث يطرب معايا ويبقى كويس. بعد ما بنسيبه بنبدأ بقى نصفيه، وبنتأكد تماما ان كل المية بتاعته نزلت. ليه؟ عشان الكفتة بتاعتي ما تفكش. ادي حضرتك كده شايفة، زي ما كده حضرتك شايفة كده بالمنظر دوت. وابدأ اصبع الكفتة بتاعتي. طبعا هي رمت كمية كبيرة جدا، ممكن حضرتك تحطي بقدونس، بس انا ما بفضلش ان احنا نحط بقدونس، لان انا لو حبيت اشيلها وافرزها في الفريزر بتغير من طعمها شوية. انا بفضل البقدونس تترش عليها بعد ما تحمريها او تشويها او واتيفر حضرتك هتدخليها في الفرن. طيب انا صبعتها كده زي ما حضرتك كده شايفه، وصبعتها بحته الشانيمون اللي حضرتك شايفاها قدامك ديت. ليه؟ عاوزه اخلي فيها فتحه تهويه بحيث الكفته بتاعتي تتهوى وتطلع مورقه ومش مكتومه. كده انا حضرتك خلصت اول طبق، ببدا اعمل بقى الطبق التاني. بسم الله ما شاء الله. هتلاحظي حضرتك ان التوريقه بتاعتها جميله جدا، والكفته ماسكه نفسها، وكمان فاض منها حبه كده. هبدا استخدمهم عشان اشوف بس طعمها عامل ازاي، واوريكم كمان قد ايه هي متماسكه وحلوه وجميله. دلوقتي انا فردتها وحطيتها في ورق الاطباق اللي هي زي البلاستيك ديت، ودخلتها جوه الفريزر عشان تتشمع اكتر. واستخدمت 3 من اللي بقوا عشان بس اوريكم قد ايه الكفته ما بتفكش، ومش محتاجين ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا او اي حاجه تانية او اي اضافات زي دقيق او البقسماط عشان يمسك لنا الكفته بتاعتنا. هي كده الكفته بتاعتنا مظبوطه 100% وناجحه باذن الله. بصوا الطريقه، بصوا الحلاوه، بصوا ماسكه نفسها ازاي. حطيتها طبعا في رغيف عيش، ده بيبقى احلى حاجه فيها اللي هو العيش البلدي بتاعنا. وتقدري تجيبي جنبيها حبه مخلل، حبه طحينه، زي بقى ما حضرتك حابه. في تركة حلوة برضو أنا بحب أعملها لما بتيجي في التسوية، بحب أغطيها. يعني هي لما بتتحمر معايا على الجنبين بحب بقى أغطيها بالغطا عشان تبقى جوسي من جوه. يبقى احنا كده خلاص أخدنا الكفر بتاعها مش من بره وجوسي من جوه. تاني حاجة كمان بحب أعملها إن أنا بجيب فحمية، وانتي ممكن تستغني عنها تماما، وبتحطيها عشان تقدر تبقى الصينية بتاعتك مفحمة، أو زي ما بنقول عليها مدخنة، يبقى فيها ريحة الشوي. ودي برضو بتدي تست عالي قوي للكفتة بتاعتنا. تقدري تستغني عن البرغل بفول الصويا وزي ما حضرتك تحبي، وبألف هنا وشفا.